السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين؟ يا رب تكونوا بخير. الدعاء لفلسطين واهل فلسطين، غزة يا رب انصر غزة، يا رب يا رب انصر غزة واهل غزة يا رب. طبعا النهارده اتفاجئنا بوقف القيد في نادي الزمالك. فين الإدارة؟ مفيش إدارة، مفيش إدارة. طب بسبب مين؟ بسبب خالد بوطيب، اللاعب اللي كان في الزمالك من 2019، 6 سنين مش عارفين نخلص قضية لاعب، مش عارفين نخلص قضية لاعب. الإدارة كانت جاية أكلنا معاها العصا السحرية، هتعمل كل حاجة. والإدارة دي، الإدارة الفاشلة دي، الإدارة الفاشلة دي اللي مش عارفة تدير نادي الزمالك، اللي ما تنفعش تمسك وحدة محلية. والله ما ينفع تمسك واحدة محلية ماسكة نادي الزمالك. نادي الزمالك ده، والله نادي الزمالك ده بيتعرف يعني بيتعرف جوه وبره مصر عن رئيس الجمهورية. رئيس نادي الزمالك بيشهر عن رئيس الجمهورية. ماشي. لما امسك يبقى رئيس النادي ما بيتكلمش، يطلع يوضح للناس كده ولا حاجه؟ لا. يخلص قواضي؟ لا. طيب انت فين يا حسين يا لبيب في وقف القيد؟ انا عايز اقول لك الحق يا حسين يا لبيب، الزمالك اتوقف له القيد، بس مش عارفين. متداري ورا الجنايني وعمرو الجنايني وميدو يطلع في الاعلام مع سيف زاهر. احنا معانا شيكات مفتوحه بسبب ميدو، بسبب زيزو. بس الكابتن محمود الخطيب راجل اداري، بيعرف يخطف ويسكت، ما بيتكلمش، ما بيطلعش في الاعلام بقى لا، هو شغال من تحت لتحت. تعال بقى شوف فوتبول النهارده نزل التصنيف العالمي. الزمالك في المركز الكام؟ بيراميدز بتاع اول امبارح بيراميدز لسه ببامبس. التصنيف الكام؟ بيراميدز جاي في ال 127، والزمالك في ال 230. الزمالك ده في 2001 كان الاول عالميا. في 2001 و2001 موسم 2001 2002 كان هو الاول عالميا. في شهر فبراير كده كان هو الاول عالميا. النهارده ال 230 يا دار يا فاشله. الزمالك في المركز ال 230. انتوا فين؟ استغفر الله العظيم يا رب.